الدرس الثاني النقطة. المعلم: إن العرض من الكتابة هو أن يفهم مقصودك، لذا فعليك أن تهتم بالاستخدام علامات الترقيم التي توضح هذا المقصود. إبراهيم: كيف توضح علامات الترقيم المقصود من الكتابة؟ المعلم: إذا كان الكلام شفويا فإنه يساعد على كلمات صوتك وتعبيرك الوجهي وإشارتك، ولكن إذا كان تحريريا فعليك الاعتماد على علامات الترقيم. فعلى سبيل المثال: هل ترون فرقا بين الجملتين الآتيتين؟ 1. لا طالب في الفصل. 2. لا طالب في الفصل. حليمة: نعم، هناك فرق بين الجملتين. المعلم: ما السبب في ذلك؟ نور: السبب في ذلك هو استخدام الفاصلة في الجملة الثانية. المعلم: درسنا اليوم يتعلق بعلامات النقطة التي تستخدم في نهاية الجملة المثبتة والجملة المنفية. أمثلة: 1. محمود طالب مؤدب ومجتهد. 2. المعلم يوقظ العقول بالعلم. 3. فازت فرحية بجائزة عظيمة. 4. لم يتأخر عمر عن الحصة. 5. لا تكتب على الجدار يا حسين. barqadinki bar fariisto beeniyo sheeka baafinayo barqadinki bar fariisto beeniyo sheeka baafinayo gajiya u bakhtiya basaasto duntisu ka badiyo bulaanye bartaan bartaan barwaaqo gaarane.